عرفت تقول لي ولاد جدي حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب نمسك اولاد محمد عبد الله، اولاد محمد عبد الله الكبير، عبد الله بن محمد عبد الله، عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد حسين ولاد وحسن. محمد حسين قول. اولاد محمد حسين، عبد الله بن محمد حسين وحسن بن محمد حسين. نمسك عبد الله. عبد الله بن محمد حسين جايب جدك محمد، وجايب جدك احمد، وجايب الاطرش. خلاص نقف لحد هنا. جدك محمد جايب الاولاد الاربعه ديل، جايب عبد الله، وجايب حبيب الله، وجايب سعد، وجايب عبد القادر، وجايب الرساله معروفين لديك. اما حسن، اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، احمد. اما حسن محمد حسين. لا ارجع لي احمد. خلينا احمد يا اخي، ما تزوج هنا، يتزوج سعديه بنت حسن. اي جاي منها الطيب، طيب ود احمد عبد الله، مختار. طيب ود احمد، وجاي منها البشير، ما دار ارتب لك بالترتيب، وجاي منها المختار، وجاي منها فاطمه ام جدك الطيب. خلاص وقع عليك هنا. طيب ده احمد عبد الله. محمود عبد الله طبعا الاطرش ده مات بدون جنى، الاطرش مات بدون جنى. طيب نمسك جدك حسن. جدك حسن الزوج بنت بلال، مرة حسناويه اسمها فاطمه بنت بلال. فاطمه بنت بلال دي جايب منها اولاد وبنات، جايب منها محمد، وجاء محمد حسن الجايب ناس الدقيس، جايب ولدين وبنت، جايب الطيب محمد حسن ولا مين محمد حسن معروف، وجايب فاطمه بنت محمد الحسن، ده جدك محمد حسن. طوالي بعده برير ولد حسن، ده توفى بدري. برير ولد حسن الزوج العناية بنت الفكي مجذوب، جاي منها احمد البرير، وجاي منها حسن البرير، وجاي منها بنات. قول عليك. طيب ده برير. طوالي امسك حسين والحسن اللي هو اللي بيقول لك فكي حسين. حسين والحسن جايب ولدين وبيت برضه، لازم ما كتنا. جدنا حسين الفكي حسين الزوج بنت الشيخ احمد، جايب منها مبارك حسين، جايب منها لمين حسين، وجاء منها آسيا بنت حسين. مبارك بنت حسين ذاته تزوج بنت الشيخ احمد، ديك ما بنت الشيخ عوض الله، جايب منها اولاده. واللمين برضه متزوج بنت الشيخ احمد، جايب منها اولاد وبنات. طيب وآسيا الزوج احمد بليل، جايب منها اولاد وبنات. يا آسيا بنت الفقيه حسين، يا هم ديل اولاد الفقيه حسين. طيب تاني قلنا مصطفى ود حسن. مصطفى ود حسن ولد واحد بس، ما عنده الا ولد واحد بس. الزوج فاطمه بنت المحب، جاي منها فاطمه بنت المحب ذاته متزوجه رجل اخر، متزوجه الدبقري، جاي منها عبد الله الدبقريه. وعقبه الزوجه جدنا مصطفى ود حسن، جاي منها بابكر. جاي بابكر ومصطفى، بس غير بابكر ما عنده جنى. طيب ده مصطفى ود حسن. طوالي بعد مصطفى ود حسن البشير ود حسن. البشير ود حسن الزوج حبوبتنا الرساله، جاي منها اولاد المعروفين ديل الخدر. رسالة بنت محمد عبد الله. الرساله بنت محمد عبد الله. خدر زواجه ذاته فيه، وتزوج هو والفقيه حسين في يوم واحد. قالوا جاي منها الخدر، مصطفى، خدر والبشير، وحسين ود البشير، ومصطفى ده اخرهم. جاي منها البنات الاربعه. وبكروا سعديه، مبكر بسعديه ومبكر بعرفه، بعد عرفه سعديه وعرفه ام كلثوم. عرفه بنت البشير مرت بابكر ومصطفى، اخذها بابكر المصطفى وام كلثوم، والسعديه بنت البشير وعرفه وام كلثوم بنت البشير ماخذون ناس العميريه اولاد عم. واحده ماخذها الطاهر ود خالد، جاي منها اولاده ديل، اولاد وبنات. ودي خد احمد بخيت ام كلثوم، جاي منها اولاد وبنات. وقع عليك خلاص. دي البنات البشير. واحده واخيرا مختار اللي هي بخيتها بنت البشير اخيرا. فهمت؟ واخر اولاده مصطفى. ده منو؟ ده البشير. نمشي للبنات، بنات جدك. اولاده اربعه يا اولاده هو اللي قلت لك. اما بناته فعنده مدينه بنت حسن، جايبه عوض الكريم، وجايبه الفكي احمد، وجايبه مدينه. معاك اولاد اثنين وبنتها واحده. مدينه بنت حسن الزوجه الكرانج، جاي منها اولاد وبنات. طيب ده منو؟ دي مدينه بنت حسن. مدينه بنت حسن وسعديه بنت حسن. سعيد بنت حسن ولا جدك مختار، ما دار التفصيل. يا جدك مختار، جدك الطيب، وجدك البشير، وجدك مختار، وحبوبتك فاطمه. دي حبوبتك سعيد حسن. كويس. تاني هاجر بنت حسن. هاجر بنت حسن دي جايبه ناس علي والدجاك واحمد والدجاك، وجايبه بنات.
معاك انت. مم. واحده متزوجه البدوي، واحده متزوجه الدلمحب، مم. اللي هو فاطمه بنت الجاك الى اخره. مم. طيب دي مني؟ هاجر بنت حسن. دي هاجر بنت حسن. وهاجر بنت حسن تاني كان متزوجه اللهم صل احمد بشير. احمد بشير، هاجر بنت حسن دي ذاتها جايبه ناس احمد بشير، وجايبه حسين. دي اللي حسين ود احمد بشير، وهسه قلت قبل شويه منه اللهم صل على الاستاذ المشهور ده زين العابدين ود احمد البشير. مم. وجاي من ولايه الفكي، فكي احمد محي الدين. مم. دي حبوبتنا هاجر، يعني زوجها متزوجين على رجلين. مم. طيب جدنا حسن ده لما مات جدنا اخوه جدنا عبد الله بن محمد حسين، اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، عاقبوا على تزوج اللي هو حبوبتنا عجبتي مره اخرى. نحن حبوبتنا عجبتي هي مرت جدنا عبد الله بن محمد حسين، ام جدودنا دي الاربعه قلت الليل والرساله. دي عجبتي بنت احمد. اتزوجها عشان يربي اخواله الاولاد اليتامى ديل، فاتزوجها جاي منها بيت واحد بس اللي هو مدينه بيت حسن. اقصد امنه بيت حسن المسمى المعروفه ملقبه بيت وهب. امنه بيت حسن دي ذاتها الزوجه جدنا سليمان، جاي منها الاولاد الاربعه ديل، وجاي منها بنات بكروا اظن حبوبتنا عشا، وجاي منها بتول والسنه ونجم الخبير ونعيمه. السنه ونجم الخبير ديل ماتت بدون جناح. معاك انت. ثم الاولاد بلا والسليمان ومحمد السليمان والطيب السليمان وموسى السليمان، دي كلهم في جدنا حسن اللي هو ابوهم مدينه. كويس. واخوال اولاد نعم. ايوه اخوال اولاد محمد عبد الله. وقع عليك كده. اولاد عبد الله محمد اللي هو اولاد امنه بنت حسن سليمان، اولاد عبد الله محمد حسين اخوال جدي محمد وجده الاطرش. طيب بنات جدي حسن انت قلت مدينه وهاجر دي ختم بالتمون. دي ختم بالتمون. يعني جدنا حسن عنده مرتين، الاولى فاطمه بنت بلال والثانيه عجبتي. فاطمه بنت بلال قول لي بنات الثاني بس سريع كده. فاطمه بنت بلال جايب مدينه بنت حسن، جايبه ناس عبد الكريم، وجايبه سعديه بنت حسن، جايبه جلالدين كالطيب مختار الى اخره، وجايبه هاجر بنت حسن. كويس. دي البنات اللهم صل على النبي. اثنين ثلاثه ذكرت لك ثلاثه اظن. قلنا مدينه بنت حسن وسعديه بنت حسن وهاجر بنت حسن زي دامنا بنت حسن اللي هو ختم بالتبوين. ايوه صح. دي من بنت بلال. بنت بلال دي حسناويه في حلاب والعوته وهلو مجرى. كلام جميل. دي الناس بنت بلال دي لمتنا في القبائل دي. ثاني تزعل من منه لا منه فصل. طيب طيب جدي سعد أمه منه؟ جدك سعد، جدك عبد الله وجدك سعد. ارجع لي ناس عبد الله. نعم ياخذ عبد الله محمد عبد الله. اولاد محمد عبد الله. اولاد محمد عبد الله. اولاد محمد عبد الله دول امهم اسمها زينب بنت علي ود المشاي. زينب بنت علي مرة نفعابية. مرة نفعابية جعالية. بتتلاقي مع جدنا حسن كلهم جدنا عبد الله محمد حسين يعني بيتلين فيهم ببيت المحب لأنهم فوق يعني قريبتهم من ناحية الأم دي. ولما رجع علي بيقولوا في زمن خليفة عبد الله ولا كده كان متزوجة الياس. والياس ده قالوا كانوا خندقلي وعنده عبد بدق الهنا يظنوا اختلف هو العبد، فانسجن الياس وهي يعني عدت فترة وجابوها هنا وتزوجها جدنا محمد بعد ما فكها الياس. الزواج جاب منها الأولاد دي زينب بنت علي ود المشاي، وعندها أخوها مات بدون جنة اسمه علي بن محمد المشاي. دي أسرتها، وأسرتها ذات أولاد عمها وقبيلة حسب كلامنا جدي سعد قالوا كانوا على جهة المناقل، حتى يقولوا حدب المناقل. وفي جهة على جهة مدم ناس الكليخ ديل، يعني عندها قبيلة لكن الناس ديل ما واصلوا معاهم في الزمن السابق، فعندهم خيلان على المناقل وعندهم خيلان على جهة مدم وهكذا. وناس الحسين ديل اللي على جهة البنانات ديل برضو عندها علاقة من أبناء عمومتها بطريقة ما. الناس وده حاج عبد الواحد هو شايق لكن بأمه. انتهى الرسالة أخذها انتهى الرسالة أخذها. الرسالة ما أخذها البشير حسن جاي منها. جدي عبد القادر أخذها. يصير له خطوة واحدة بس الرسالة. طيب جدي عبد القادر أخذ منه؟ أخذ من الحسن. من الحسن دي من الحسن بنت أبو القاسم. أخذ جدي عبد القادر. قسمة الله والله بس إلا جهة الجعلي ما في قرابة قريب كده. أم الحسن بنت أبو القاسم، وديل مرات يقولوا جوامع ومرات يقولوا بشيرية وما في عايشين. جدي حبيب الله أخذ فاطمة بنت الشيخ أحمد. بنت الشيخ الطيب. الشيخ الطيب والشيخ وجه. الشيخ الطيب. طيب الشيخ الطيب ده
اخوان بنات واولاد ومرته. قول علاقته بين جد حبيب الله شنو؟ علاقته ديل كلهم بيلمنهم القبيله دي كلها بيلمنها بنات احمد الداقري، جدا احمد الداقريس. جدا احمد هنا ما جايب عجبتي جايب محمود عبد الله، محمود عبد الله جايب حبيب الله. صح. وجدا دي منه عجبتي. والثاني عجبتي دي عندها اختها اسمها فاطمه التفح. فاطمه بالتحوى، فاطمه بالتحوى دي جايب سليمان ود علي اخواته اربعه. يعني سليمان ود علي ده قبل اخذ اخته بنت اخته سليمان ود علي ده شايفه؟ هم ثلاثه، سليمان ود علي وجه الرسول ود علي وحامد ود علي، ديل الثلاثه ديل امهم فاطمه بالتحوى داقريس شقيقه عجبتي. يعني اللي جدا محمد جدا سليمان واولاد اولاد علي وحامد اولاد خالات. اي صح. يلا فاطمه دي غير اولاد الثلاثه دي جايب 4 نسوان، لما الحله دي كلها نسوان دي. جايب عشه بيد علي الزوجها جهتين، جايب عشه بيد علي، عشه بيد علي جايب ناس حماد وتفضل الله كويس، وخالهم مجره فضل العزيز وحماد من اخته اسمه فضل العزيز، دي لهم من عشه بيد علي. طيب سعديه بيد علي جايبه آل الدليل، سعديه بيد علي والنايل جابت آل الدليل فضل النول، ما كلهم اللي هو اولاد علي جايبه اولاد علي والدليل اللي هو من اكبر اللي اصغرهم، من فضل النول ود علي وعبد الله ود علي ومضوي ود علي واحمد ود علي زايد ريه ختن واحده. ديل جانا حبوبتنا سعديه بيد علي، الاولاد حفظتهم طبعا. تاني مكه بيد علي جايبه آل الشيخ الطيب، جايبه حبوبتك فاطمه ذاتها. ايوه فاطمه الشيخ الطيب اولاد الشيخ الطيب، دي الزوجه الشيخ الطيب. ولد الشيخ الطيب كم ولد الشيخ الطيب. طيب اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ الطيب ما جايب المقدم خالد وجايب عباس وجايب احمد بشير، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. محمد بشير ولده؟ محمد بشير ولد الشيخ الطيب. لا عنده محمد ولا احمد بس؟ يا اخي عنده محمد وعنده اللمين وعنده الشيخ وعنده جماعه، عنده الطيب وعنده بنات. طيب ده احمد بشير وجايبه في البنات حبوبتك. عنده خوجلي؟ يا لطيف ما هذا ذلك من اولاد الطيب، اولاد الشيخ الطيب. خوجلي ده المقدم خالد بمسك لك في الشجره. قلنا لك الشيخ الطيب وده الشيخ خوجلي اتزوج حبوبتنا مكه بيد علي شقيقه سليمان ود علي واللي امها فاطمه لجدنا محمد بيت خالته. يعني حبيب الله ما جا لفاطمه دي ساي، هي قرابه بفاطمه دي. صح. اللهم صل على النبي. مكه بيد علي دي، مكه بيد علي اللي هو زوجة الشيخ الطيب جايب الاولاد دي، جايب عباس وجايب المقدم خالد وقلت قبل شويه هم احمد وجايب ابراهيم واحمد بشير، هم 4. كبيرنا ابراهيم ود الشيخ الطيب، ابراهيم الجايب المبارك والجايب كركج والجايب المدني كويس، والجايب زينب والجايب عشه اللي هو عرفته. فجاب ابراهيم البكر ابراهيم، واظن فيما يبدو لي بعده المقدم خالد شيخ حبوبتي. وبعد المقدم خالد في احمد بشير وفي عباس صغار وكان عباس. والبنات حبوباتنا فاطمه هي الوحيده اللي انجبت. حبوباتنا فاطمه بنت الشيخ الطيب عندها شقيقتها اسمها زينب بنت الشيخ الطيب، الزوجه هارون ما جاب منها، توفت بدري. انتبهت معي؟ فاصبحت حبوباتنا فاطمه كانه وحيده. حبوباتنا فاطمه جابوا ماتنا دي امشي فدي فاطمه بنت الشيخ الطيب. يلا فاطمه بنت الشيخ الطيب ذات ولي حبيب الله اسره واحده بيت واحد كلهم. ده في جنة عجبتي وده في جنة فاطمه، يعني فوق اسره واحده. انتبهت معاي؟ جده ونحمد الداقريس. جده ونحمد الداقريس. احمد الداقريس ده شجره جمع آل عبد الله بن محمد حسين، لانه جدنا حسن بن محمد حسين برضه جاب منها هامنه بشكل ما. جمع آل عبد الله بن محمد حسين وآل حسن بن محمد حسين عن طريق آمنة، وجمع آل سليمان آل علي ودنايل، ودي كله في بنات علي ودنايل وكله في بنات فاطمه. النسوان دي الاثنين فاطمه وعجبتي، دي البنات منه جدا احمد الداقريس، زايد 2 تانيات العافيه وآمنة. العافيه وآمنة دي الام هنا عامريه، اما حبوباتنا فاطمه وحبوباتنا عجبتي هاي كويس جاي امي ينعشى بالتنور بديريه. يعني جدا احمد اول مبكر بالعامريه وقيل امه ذات عامريه، يعني حسب الكلام اللي قلته. جدا احمد ذاته علاقته بالعامريه، قيل امه عامريه والعامريه دي الخيلان، عشان كده تزوج فيهم ام بناته دي الاثنين اللي هو ام فاطمه اقصد ام امنه بنت احمد الداقريس وام العافيه بنت احمد الداقريس. العافيه بنت احمد الداقريس من ذريتها
اللي هو آل بشير وعطا المنان وهلم جرة. وواحد من ذريتها المدعاة فيه والنسوان الفيديوين دي ناس سمعين دعالة حامد وناس يقولون شنو ناس أولاد اللي هو دي كلهم في جناء يعني دايد العافية. ما جاب ذرية أولاد إلا لما نتزوج فضل واسع جاء منها ولدين، واحد نجع اللي هو عبد الله، وجاب منها الشيخ محمد أحمد داقريس ترك ذريته، جاب البدوي وجاب موسى وجاب الخليفة عبد المحمود رحمه الله وجاب بناته جاب اللي هو جابت أولاد بعودين. دي كلها أحمد داقريس الشجرة. أحمد داقريس ده ذاته زي ما قلت لك تزوج مرتين، الأولى العامرية دي جاب منها بناته دي، الثاني الزوج اللي هو زوجة أخوه المتوفى موسى، اللي هو لما مشوا بر المنطقة دي لقى أخوه اتوفى ولقاه جايب البتول وجايب مضوي، فعقبوا عشان يربي الأولاد ديل الزوج عشا بالتنور. اسكتي يا أخي جايب منها عجبتي وفاطمة بس الحاصل شيل لك اللي ودي خلاص كويس أعيد لك شيل ويحتاج. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على ملحق بسيط بس نسينا بتول لبلد علي. قلنا علي والنايل. علي والنايل اتزوج حبوبتها فاطمة بنت أحمد الداقريس الملقبة بالتفح. مراجعة خفيفة، فاطمة بنت أحمد دي جاي منها 3 أولاد، سليمان ود علي قبل شوي قلنا سليمان ود علي وجه الرسول ود علي وحامد ود علي. حامد ده أصغر ومات متأخر. طيب دي كلهم الزوج أنا ما درت أخش تفاصيلهم. جايب بنات 4 تقريبا. مكة بنت علي الجايبة آل الشيخ الطيب، أولاد الشيخ الطيب وبناته لزوج الشيخ الطيب. مكة بنت علي ركز معي، أنت معي ولا ما معي؟ بتول بنت علي الزوجوها راجلين، الزوجة خوجلي وضعت المنان جايب الزوجة خوجلي جاء منها اسماعيل خوجلي ومحمد خوجلي ورابع بنت خوجلي ولدين وبنت فيما يبدو لي. ثم عقبوا ثاني الهويرة الزوج حبوتنا بتول جاء منها الطيب ود الهويرة وسعد ود الهويرة وموسى ود الهويرة وعنده نخت. كويس ده إذا بتول عاقبوا عليها راجلين، دي بتول بيتمنونا بنت علي والنايل. طيب إذا ذكرت بتول وذكرت مكة وعشا قبيل قلنا تزوجوها الزوجة فضل الله جاي منها حماد فضل الله وفضل العزيز بتفضل الله. حماد معروف جاب بناته، هو ما جاب بنات بس من يعني الزوج حماد تفضل الله وفضل العزيز بتفضل الله. حماد الزوج بنت الظهر جاي منها مكة وجاي منها خادم الله، وثاني الزوج عشا بنت البدوي جاي منها أولاد الصغار ديل أحمد والخليفة. فضل العزيز طبعا الزوج جدا إبراهيم في ذاته في الحساب بنت خالته لأنه هم مكة بنت علي، وفضل العزيز وما عشا بنت علي بأولاد خالات ما غريب عليهم. فالزوجة جاي منها المبارك ود إبراهيم وجاي منها المدني ود إبراهيم الطيب ود إبراهيم وجاي منها المدني وجاي منها عشا وزينب. ده جدا إبراهيم. عشا ده هذا عشا خد اسماعيل فعلا اسماعيل ود منه هو ناس إبراهيم إسماعيل اسماعيل بشير ود المدني اسماعيل بشير ود المدني والطيب بشير ود المدني فاطمة بشير ود المدني المدني. ده ذاته ولا مدني ثاني؟ المدني لا المدني ده ود الشيخ خوجلي ذاته. المدني ود الشيخ خوجلي الشيخ الطيب فوق خو الشيخ الطيب. الشيخ الطيب قبل قلنا لك الشيخ الطيب قلنا لكم انت معايا اللهم صل على النبي اخوانا. ايوه الطيب ود الشيخ خوجلي وبرضه هم 4 ولا اكثر 4 دي اولاد الشيخ خوجلي اولاد الشيخ خوجلي. يلا اولاد الشيخ خوجلي كبار المدني ولد الشيخ خوجلي اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. والطيب ود الشيخ خوجلي وموسى ود الشيخ خوجلي والسمان ود الشيخ خوجلي وعندهم ختمة وعندهم آمنة وعندهم زينب. دي البنات الشيخ خوجلي. تعرف زعل؟ طيب الشيخ الطيب ده ذاته أسألك بيه كم أنت بنات كانت منه؟ الشيخ الطيب ما قلنا زوجته مكة بنت علي. مكة بنت علي هاي صح. الشيخ الطيب مكة بنت علي وجاي منها الأولاد والبنات اللي ذكرناهم. قلنا قبل حبة ده جدا
اي وحببت الرابط بين الناس المنارة كلهم يعني. ما ده وفاهم ندين بنات منو داقريس. ده؟ الشيخ الرابط يعني الطيب، بنات الشيخ داقريس الطيب زي ده، قصدك. الشيخ الطيب. اي اي مم. اللهم صل على. اما الشيخ، اما السمانه ده الشيخ وجدي الزوج بلال بلالة بتقريضه، مم. جاي منها هارون ده السماني ورقية بنت السمانة.